مرحبا، حماتي حبيبتي بعتت لي كام حماماية، شي برز وشي بفريك، وعلمتني كيف اسلقه وكيف حمره. فشوفوا هالطريقة لأنها كتير 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 ظريفة. أول شي جيبي الطنجرة وحطي فيها حب من الهيل والفلفل، نص معلقة صغيرة زنجبيل وقرفة، ومعلقة صغيرة ملح، وواحدة لومي، وأربع وحدات من اللورة، وكم خرطة جزر، وبصلاية صغيرة مقطعة هيك. وبس تغلي المي كتير منيح بناخد الحماماية وبنخلي ظهرها لتحت وبطونها لفوق منشان ما تفرقع. اوكي، لازم هيك. وبس تغلي منيح كمان رح نغطيها بس نص تغطاية منشان ما تفرقع كمان. بصير نغطيها منيح، وبعد حوالي ساعة إلا بتطلعيها وبتصفيها منيح، وبعدين بتحطي معلقة سمنة بالمقلاية، وبتجيبي هالفرشاية وبتصيري تحطي من هالسمنة على هالحمام، وبعدين لازم تغطيهم لأنه يعني حتصيري تحترقي من كل مكان. بتغطيه وبتقوي النار، وكل شوي لازم تفتحي وتقلبيها منشان ما تحترق. اوكي، بس لازم تتحمر من كل الجوانب، لأنه المكان اللي ما له متحمر بيبقى الجلد فيه طري ومو طيب، ما رح يعجبك بالمرة. فلازم تتحمر من كل الأماكن. وبعدين لما يعني بتصيري انتي بتمسكيها هيك بالكماشة، وبتاخديها يمين ويسار بقى لحد ما تتحمر كلياتها. شايفين شلون عم دلع الحمام؟ وبس هيك صارت جاهزة. كتير كانت طيبة، شكرا كتير حماتي. هاي الحمام اللي برز، شوفوا شلون مستوية، وهاي اللي بالفريك. وباي باي.